عملي النهارده عيد ميلادك وانت ناسي، وانا فاكره وعامله لك حته مفاجاه مدهشه كده. يا سلام يا نوال، انت حاجه تانية خالص. وايه المفاجاه دي بقى؟ حفله مفيش كده، تخرج حالا تعزم اصحابك وتيجي تلاقي كل شيء جاهز. لكن ازاي هتعملي حفله؟ احنا لسه ما عندناش سيرفيس، لا عندنا اطباق تكفي ولا شواك ولا. لا لا لا، انا جهزت كل اللي هنحتاجه في الحفله، استلفته من جيراننا. من مين؟ هو احنا جنبنا جيران غير الراجل الغني ده اللي قافل بابه على نفسه وولاده من يوم مراته ما ماتت؟ انا فتحت بابه واستلفت منه. إيه؟ ده طلع راجل طيب قوي ولطيف، قال لي الشقه كلها تحت امرك. لكن ما كانش فيه داعي تستلفي حاجه من الراجل ده. ازاي تدخلي شقته؟ وفيها ايه عبس؟ بلاش الغيره دي. لازم تعرف اني بحبك اكتر من حبك ليا مليون مره، ومش معقول ابدا ابص لحد غيرك. طيب يا ستي، بس يعني ايه بس ايه؟ يلا حالا تروح تعزم اصحابك يا ابوه. ابنك هتسميه ايه؟ ابني؟ مش جايز تكون بنت؟ ان كانت بنت هسميها تضحيه. اشمعنى يعني الاسم ده؟ لاني ضحيت بكل شيء علشانك، يعني ما انتش عارف. وان كان ولد هسميه باسم حبيبي، بس اوعى تغير. من مين؟ منه، من عباس. تعرف ان الفلوس اللي معايا قربت تخلص يا عباس؟ ما هو اسرافك في الفساتين والمظاهر هو اللي مخلينا محتاجين دايما. هترجع تاني لاسطوانة الفساتين. يلا انا لبست النون ولبست. على فين؟ نتفسح يا اخي. لا مفيش فسح. يا سلام، قلت لك مفيش فسح، مفيش لك خروج خالص. كفايه كده، انت مالكيش خروج ابدا. يعني ايه؟ يعني ايه ازاي؟ انت مش شايفه روحك؟ انت عامله زي المانيكان، تمشي تدلعي في الشارع كده وكل حياتك دلع في دلع. وماله الدلع؟ انا كده رقيقه وشيك، ما تدلعش ليه؟ حلوه وصغيره، ده اللي بيشوفني ما بيرفعش عينه من عليا. بس بلاش كلام فارغ، كفايه دلع ومياصه. من هنا ورايح مفيش بهرجه. كفايه اللي عملتيه يوم الحفله. عملت ايه؟ شرفتك قصاد اصحابك. انت كسفتيني وعريتيني، بقيتي تمشي تترقصي وترقعي الضحكه بمياعه وقله حياه. تفهماني ايه؟ مغفل؟ ثم ايه اللي يخليك تكلمي جارنا؟ حاسب ايه الحكايه؟ انا واحده سبور مش ركعيه. سبور؟ ده اسمه استهتار. هو انا كده ومش ممكن هتغير. ومش ممكن تقعدي هنا كمان. يلا على بيت ابوك تدلعي فيه زي ما انت عاوزه. انت بتطردني يا عباس؟ ومش راجعه تاني كمان. يلا مع السلامه. قلت ايه يا حسين يا ابني؟ ما دام عندك اجازه مش نسافر نشوف نبيله والولاد عاملين ايه؟ سافر انت يا ماما زي ما بتسافري كل شهر، وخليني انا هنا. ليه بس يا ابني؟ انت مش كنت ناوي تيجي معايا؟ ايوه، لكن ما دام فتحتم البيت تاني اللي فضحتنا مش هروح البيت ده ابدا. ما اقدرش ابص في وشها. وكنا هنعمل ايه يا ابني؟ اهو ربنا اداها اللي تستحقه، اتطلقت وهي حالتها كرب. يعني كنا هنسيبها بعد ما اتطلقت تدور في الشوارع؟ دي لحمنا برضو يا ابني. انا معرفهاش يا ابني مش كده، المسامح كريم. اذا كانت اختها نبيله اللي خربت عليها وخطفت جوزها سامحتها ونسيت كل حاجه. لكن انا ما نسيتش يا ماما. انا لحد دلوقتي بمشي حاطط عينيا في الارض. ما هي غلطتنا يا ابني، انا والمرحوم ابوك. احنا اللي حبسنا نبيله في البيت، لا خليناها تتعلم زي الناس ولا فهمناها ازاي تعامل جوزها، وعلمنا اختها وبحبحنا لها قوي. غلطتكم انتم وانا اللي استحمل نتائجها. انا من الاول ما كنتش مرتاح لتصرفاتكم. ازاي؟ وما نورتناش ليه يا ابني؟ بقى ده كان تصرف؟ تبعدوا العروسه عن خطيبها وعريسها ليه؟ لانه عيب وما يصحش والتقاليد كده، وتخلوا اختها تقابله وتكلمه وتخرج معاه لوحدها. بقى ده كلام. ادي النتيجه، فضيحه، مأساة. امر ربنا كده، مفيش فايده في الندم. ها قلت ايه؟ مش هتيجي معايا؟ عشان خاطري يا ابني، نسافر ونرجع كلنا نعيش هنا. طب سافر انت المره دي يا ماما لوحدك، وانا هبقى اسافر معاك المره الجايه. امرك يا ابني. بس يا أمو، بس يا حبيبي. هو نامي ناني ناني هو الحمد لله ابنك نام يا نوال. مش عاوزة حاجة؟ كتر خيرك يا نبيلة. الله، انت بتعيطي ليه؟ اقوم اجيب لك الدواء؟ دواء ايه يا نبيلة؟ انا استحق السم مش دواء. ده مرضي، ده انتقام من ربنا ليكي، انتقام عادل، وعشان كده كل يوم بيزيد. ما تبقيش كده، الدكتور قال انه بسيط جدا، صدمة خفيفة. الدكتور فاهم ان الطلاق كان صدمة، غلطان. الصدمة جت بعد الطلاق لما فقت لنفسي وحسيت بالجريمة اللي عملتها. وبعدين وياكي يا نوال، انت لازم تكوني مؤمنة، ده امر ربنا والمكتوب مفيش منه هروب. مكتوب؟
مكتوب اني اخطف جوز اختي. جوز اختي. انا مش فاهمه ازاي دخلتيني البيت ده.